المرة اللي فاتت سألتوني كتير عن ورق العنب، وللأسف ما كنتش مجهزة الفيديو. خلوني أقول لكم المرة دي عملت فيه ايه. أولا الكسرولة اللي انتوا شايفينها قدامكم عصرت فيها ليمون ودي مية، لأن أنا لازم أرجع أسلق، مش سلق كامل بس هدي ورق العنب ينزل كل المواد الحافظة وكل حاجة فيه. ما ينفعش نستخدمه كده، هيبقى فيه افتر تيست، ولا اننا ينفع هننقعه. خليه يغلي بس غلوة في التانية بورق بالليمون وبس كده. النوع اللي انتوا شايفينه ده الشرق، انا بحبه جدا لانه بيبقى ورقته طريه وصغنطوطه ولونها فاتح، بيبقى حلو جدا. طيب ورق العنب اللي انا هعمله ده دي يعني وصفه امي، يعني انا بس ايه غلطت غلطه بس هقولها لكم، ده بيبقى عشان انا سمعت كلام جوزي، ما تسمعوش كلامه تاني. طيب هو انا بحب اعمله فطاري، فالقصه كلها بتتلخص في البصل، هنضربه ضربه كده بسيطه مع اللحمه والرز. خلاص ما بحطش خضره، لا ما بحطش دبس رمان. ممكن تحطوا دبس رمان طبعا از اختياري، بس انا بجيب لكم الوصفه البيسك بتاعت ماما لانها بتطلع منها احلى ورق عنب تتخيلوه. طبعا ده ان دل على حاجه يدل على ان نفسها حلو، ومش الوصفه هي السبب، ما علينا. طيب حطيت هنا البصل، هدعكه دعكه بسيطه البصلايه بالملح والفلفل. وبصوا شايفين عمالين يجادلوني ما تحطيش لحمه كتير، اقول لهم صدقوني اسمعوا مني بس خلوني امشي على نفس الوصفه. خلوني بوظت ورق العنب، ما علينا، كان ماشي حاله. بس ورق العنب الفطاري اللي هو بيعتمد على اللحمه لازم تبقى لحمته كتيره شويه، لانه اللحمه هي اللي هتعمل الجوسي اللي بنلاقيه في ورقه العنب الحلوه ديت. لكن لو حطينا رز كتير واللحمه قليله النتيجه بتطلع فاشله وبلاش منها. طيب هتحطي قرفة، لازم احط قرفة، بتدي تيست رهيب 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 رهيب. ملح فلفل قرفة شوية سنة 7 بهارات بسيطة خالص، ورشة جوز الطيب. هو ده ورق العنب، هو ده ورق العنب. لحمة، بصل، رز، ملح، فلفل، رشة جوز الطيب، سنة قرفة. صدقوني لو مشيتوا بنفس التركاية ديت هتاخدوا ورق عنب يعني عدالة، بيطلع تحفة. نفس الطريقة دي انا باكلها من ايد امي من سنين السنين السنين، وبلا منازع محدش بيقدر يعني يعمل ورق عنب حلو زي الورق العنب اللي هي بتعمله. خلاص هدعكهم، وبعد كده بقى طبعا ما كانش فيه وقت اوريكم وانا عماله احشي، بس حطلكم ازاي انا غلفته وازاي دخلته الفرن واخد وقت قد ايه. كل ده هتلاقوه في اخر الفيديو مجمعه لكم، يعني حاولت على قد ما اقدر. وطبعا اعذروني على المنظر اللي انتوا شايفينه، للاسف الشديد كل فيديوهات العيد ميلاد منظري فيها مش احلى حاجه، لانه للامانه يعني كنت قبلها بيوم وقع على ظهري حته وقع في التندر ستورم، الله لا يحطكم مكانها. بصوا شايفين قوامها عامله ازاي. طبعا هما بعد الفيديو ده خلوني زودت رز، متعملوش كده. طبعا ابتدينا دلوقتي نلعب في الوقت الضايع يا نعمه، ولا لسه في الوقت الضايع؟ طيب بصوا كده بقى، ده ورق العنب طبعا احنا ما صورناش واحنا بنلفه. شايفين شكله عامل ازاي اهو. خلاص كان في الفريزر طلعته يفك خالص. هنا بقى في الميه دي انا حاطه مرقه وحاطه ليمون وحاطه توم. خلاص لو هسويه في الفرن يبقى لازم يكون متغطي لحد فوق كده، اوريكم دلوقتي ستيب. خلاص طيب هلفه بايه؟ هلفه بستريتش وفويل. طب الاستريتش مش بيسيح؟ لا الاستريتش كل اللي هو بيعمله هصوره لكم بعد عشان تصدقوني اتحرقت. كل اللي هو بيعمله ان هو بيمسك من الجناب، بيسيح من الجناب بس. فبيعمل ايه؟ بيعمل كفر وبيكبس الهواء جوه المحشي، ما بيخلوش بقى يسود. لو ما عملتيش فكره الاسترتش هتطلعيه هتلاقي فيه حتت سودا ووشه قشف، فبلاش الحركه دي بليز. اهو بصوا انا عديته كده، فاهمين يعني؟ هو يا دوبك معدي المحشي اهو، معدي المحشي. خلاص امسك بقى الاسترتش، ادوني 1 سكند. بصوا نزلت لكم التليفون تحت، بصوا شايفين الميه فيه عامله ازاي. هاخد بقى الاسترتش وهكفر بيه خالص، وبلاش نلفه من تحت طبعا، مش محتاجه انبه عليكم يعني، هو بس من طبقه الفويل من فوق. خلاص بصوا مع السخونيه هو لوحده بيقفل. شايفين شبر ازاي؟ خلاص اهو. اول ما هيدخل الفرن وهو اصلا دلوقتي سخن على كده قفل، ميك شور بس انك تكتفيه عشان شايفه الهواء ده
يفضل جوه ويحبس ويسوي المحشي. اتليست هياخد 40 دقيقه، اقل كلام، اقل من 40 دقيقه ما تفتحيش. خلاص اهو، وهدخله الفرن، ولما اطلعه هوريهولكم شكله عامل ازاي، عشان انتوا المره اللي فاتت سالتوني كتير وحد يقول لي استريتش ومش الاستريتش. كفرة الاستريتش احسن بكتير من الفويل على الاكل دايركت، عشان بس ايه انا اديكم هنت يعني. اهو دخلها الفرن وارجع لكم. طبعا كويس ان انا ما نسيتش، وبرده نعمه هي اللي فكرتني اوريكم ورق العنب. طيب بصوا، مبدئيا نفخه الهواء، شايفين المنظر ده بسبب الاستريتش، وهو ما صحش اهو، شايفين بكامل اناقته، بس شايفين الهواء اللي جواه عامل ازاي. بصوا بقى بعد ما الورق العنب استوى، شايفين الجمال والحلاوه. ايه ده، ايه ده، بس كده، ده كان المحشي في الفرن.